حاليا يا شباب احنا معانا اندر فاكهه في التحديث، ودلوقتي هنزرعها ونحط عليها اغلب التطويرات. يلا بينا نزرعها. حطينا كل الديناصورات الحمراء. حاليا انا معايا قطط صفراء، معناش مونكات، فمش هتبقى افضل من مونكات، بس حلو معانا قطط وزنها 7 كيلو، فتبقى حجم كويس. فطبعا مش هتبقى نفس التايمر، فلازم نحط القطط دي كلها تقريبا كده في الدقيقة دقيقة و35 ثانية 36 ثانية، فنستنى لما النبتة تكبر وبعدين نرجع لكم. حاليا نزلت كل القطط ولقينا معانا مونكات. ايوه المونكات نامت وباقي القطط نامت برضو ايوه هنحطها هنا. طيب نحط بقى كل السبنكرات بسرعه. ايوه بسرعه الادفانس والبيزك. للاسف يا كاش، ايه ده الحجم ده شباب؟ هو ايه الحجم ده؟ كام 10 مليون وديت 11 مليون، يعني اسعار تقريبا تكون معقوله شويه بالنسبه لحجمها. السيرفر الوحيد اللي هي 83 مليون، فاحنا كده شكلنا نشيل كله وهنسيب السيلفر. الباتر فلاي شافت شغلها وحطت لنا تطويرة الريمبو عليها. شايفين الحيوان ده يا شباب؟ والله حرفيا الحيوان ده يعتبر OP، لانه بينقل التطويرات. يعني مثلا انت عندك نبته وعليها تطويرات كتير، بينقل التطويرات من النبته دي لنبته تانية عشوائيه في مزرعتك، فيعتبر حيوان قوي. فاضل حيوان سنتين بالظبط وقدرته تتفعل. هو ثواني كده بس، هو قدرته ما اتفعلتش ليه؟ يمكن عشان النبته عليها تطويرة الريمبو وهو ما بيحاولش النبات الريمبو كده. فاحنا شكلنا كده هنشيل النبته ديت ونحاول تاني. اكتشفت خطأ ان الحيوان مرضاش يبدل عشان كان في قلب على الجزرة، فعشان كده مرضاش يبدل بين التطورات نبتة النبتة. فهي دلوقتي سعرها 900 مليار، يعني يقارب التريليون. يعني ما اعتقد سعر يعني شوية حلو، فما اعتقدش ان النبتة دي تستاهل قوي. شباب هو انا لما جيت اكبر الفاصوليا طلع لي، يعني الفاصوليا دي انا بصراحة مستغرب من شكلها. معرفش هي دي نادرة ولا ديت لما تقعد تكبر كتير فبتطلع لك. 3 2 1. شوفوا يا جماعة ايه الحجم ده، حرفيا جولد. نبتة جولد، فاصوليا جولد اول مرة اشوفها. تعالوا نشوف بتدينا كام ديت. 4 يا جماعة، يا لهوي ايه ده؟ 4؟ طب ودي بتدينا كام؟ 3؟ يا لهوي يا جماعة، ده انا حرفيا النبتة العادية بتجيب لنا 2 او واحدة، دي بتدينا 4 او 3. فبصوا بقى حرفيا احنا هنجيب كل اللي في المتجر ده كله، هنجيب النبتة وهنجيب السيد باك وهنجيب حتى الصندوق اللي هو فيه النسر الجديد. فاحنا هنشغل وضع الفاست مود وهنرجع لكم تاني. شباب جبنا بيت شارد جاينت اللي هي التطويرة التلاتة، وجبنا يا جدعان صندوق 43. وتعالى بقى نشوف كده السيت باك جبنا كام منها. جبنا منها 107. يا لو يا جماعة الرقم كبير جدا. فاحنا كده شكلنا هنفتح بتاعة الصندوق الأول لأن أنا متحمس له أكتر، وهنشغل برضو وضع الفاست مود وهنشوف ايه اللي هيطلع لنا. يا شباب لحد دلوقتي مفيش. ايه ده؟ طلعت لي تاني مرة. طب والله كويس قوي. نكمل بقى باقي التفتيح. يلا بينا يا رب يطلع لنا كده تالت مرة يا رب. نفسي والله واحدة كمان، او نفسي في النسر اهو يا جماعة. يا لهوي على الحظ، يا لهوي يا جماعة حظي يقرف بجد. عارفين يا شباب ما طلعليش اي حاجة غير هما نبتة واحدة وبس، ولا مرة طلع لي النسر. تعالوا بقى نفتح بقى السيت باك ونشغل برضو وضع الفاست مود، ويا رب يطلع لنا اي نبتة قوية، اي حاجة يعني عدلة. للاسف النبته ما طلعتليش، بس انا كان معايا 2 منها عادي يعني. فاحنا دلوقتي معانا 2 منها، ومعانا 151 من النبته اللي هي الكومون العاديه، معانا 95 من النبته الرير، ومعانا 20 من البوسايدن اللي هي تقريبا نبته ميسيكال، ومعانا نبته 76 من النبته اللي هي الليجند، ومعانا اخيرا 15 واحدة من نبتة برضو المس. فانا تقريبا فتحت بتاع 200 وحاجة كده من السيت باك دي. فعارفين يا شباب ده هيكون اول فيديو اصلا قصير بالنسبة لي. وقبل ما ننهي الفيديو ما تنساش تدوس اشتراك. شباب ما فاضلش كتير قوي على ال1000 مشترك، عايزين نوصلهم بسرعة. ويلا سلام.